السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دخلت دلوقتي حبايبي من عند جامعة زويل، تمام، وأخدت الطريق على طول. أنا دلوقتي هروح أتفرج على مساكن دهشور وأخدكم معايا كده في جولة تتفرجوا معايا، وهنشوف الدنيا مع بعض شكلها إيه. بصوا، هو انتوا تحسوا إن هي يعني خالية وما فيهاش عمار وكده، لكن جوه الدنيا مختلفة وفي مواصلات وفي كل الخدمات يعني، فهنتفرج عليها ان شاء الله مع بعض. بصوا حبايبي، اللي على الشمال دي دجلة جاردنز اهي، ما شاء الله جميلة جدا، ربنا يهني اصحابها يا رب. واحنا تقريبا كده هنخش الشمال اللي جاي، هتبقى دي مساكن دهشور. هو الشمال ده مش كده؟ ويتهيألي برضو دي تبع المساكن الاسكان برضو، ده كومباوند الرباب. يبقى ايه، احنا بعد دهشور دي بعد كومباوند الرباب، صح؟ نوصل هناك وهتابع معاكم برضو. وادي عربيات اهي، وده موقف اهو. بقول واحد بصوا حبايبي، ده موقف اهو، تمام. يعني ان شاء الله الواحد يبقى يتوفر له الخدمات اللي تريحه، وركنة العربية هتلاقيها، يعني العربيات راكنة في مكان للركنة وفي مكان للحديقة. يا رب تكون الجولة ممتعة، واكون ايه يعني قدرت ان انا افيدكم معايا، واكمل لكم بقى، خليكم معايا للاخر نتفرج على الباقي. بصوا بقى، انا كده دخلت في شوارع جانبية، يعني حتى الشوارع الجانبية نظيفة متسفلتة. دول الاولاد بيلعبوا، يعني المكان مش فاضي وما فيهوش ناس يعني، وزي ما كنت انا متخيله واصحابي كانوا متخيلين. في حاجه جايه في وشنا، دي بوابه دي ولا ده مول اللي في وشنا، اللي جاي في وشنا ده؟ شكله مش مسجد، شكله مسجد. المول على اليمين، مسجد، ايوه، والمول على اليمين اهو. فهنوصل بقى ونكمل وبعدين بقى وصلنا، قلت ارتب على نفسي كده وابر نفسي يا بنتي، وروحي جيبي لك ايه، علبه ايه، رز بلبن. وادي الشارع، وبصوا دي قهوه، دوت نادي. انا جبت ايس كريم وجبت رز بلبن من هنا. ودي كلبه جميله معديه اهي، الله 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 يا روحي، عسل 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 عسل. المكان جميل والله، والناس اللي فيه سكر خالص. خصوصيات، بصوا ادي خضري، ودي كل حاجه موجوده. بصوا خضري، المول هنا فيه كل حاجه، كافه شيء انتوا عايزينها او بتدوروا عليها. ده جامع، تمام، ده جامع في وش المول اهو، وفي قدام قبليه بشويه كنيسه. يعني المكان رائع رائع رائع، وطبعا على قد ايدك. وكان في من شويه العربيه اللي هي بتلم الزباله، طبعا اللي هي مكتوب عليها تحيا مصر. بصوا حبايبي، ده دي كده اللي اتزحمت، انت تقدري تاخدي في حته اهدى من كده، دي بقى خلاص مليانه. السلام عليكم. احنا بقينا بالليل، والتصوير بالليل كمان عشان تشوفوا الدنيا اوضح بالليل. مساكن دهشور، وادي عربيات رايحه جايه، وعربيات بتحمل فيصل ورمايه، وفي باصات زي اللي هناك ده بيروح كل حته، القصر العيني، التحرير، رمسيس. والعربيات دي قالك بتحمل ايه؟ رمايه و6 اكتوبر و6 اكتوبر، يعني اللي طالع فوق هيلاقي عربيات واللي نازل تحت هيلاقي. وادي المول هناك اهو، المول اهو، وهاخدكم برضو عند المول نتفرج. الحته دي اسمها المكتب الفني، اللي هي بتبقى قريبه من الخدمات اهي. ده الباصات اللي بتروح في كل حته، يعني انت لو رايحه التحرير ولا القصر العيني مش محتاجه تركبي مواصلتين ولا 3 اهو، هتركبيه على طول. وادي الشارع اللي في وشه، في وش الموقف والمكتب الفني. بصوا الشارع ده يعني قريب برضو، واللي ساكنين فيه قريبين، يعني مش شرط ان انت تاخدي ايه في العمارات دي، ممكن تتمشي شويه وجوه ارخص. هنا الشقه بتبقى من اول 1000 جنيه، 1200، 1350 دي لو هي هنا عند الايه الموقف قريبه للخدمات. انما هتاخديها جوه كده هتبقى ايه من اول 1000، 1100، قال لك 1200 دي تجيله 1100، وشهر ايجار وشهر تامين والدنيا تمام يعني.
يلا رب يكون فدتكم وربنا يوفقكم يا حبايبي. وما تنسوش تتابعوني ولايك بقى للفيديو عشان يظهر للناس، وانا زي ما انا قدرت افيدكم هم. صباح الخير على الحلوين. احنا امبارح طبعا روحنا والنهارده نزلت استكملت الجوله بتاعتي. ده احنا كده بصوا، ده الموقف اهو في النهار. وادي العربيات اللي وريتها لكم موجوده اهي، اللي بتروح رمسيس وبتروح كل مكان. انا مبسوطه جدا ان كل حاجه متوفره. بصوا تعالى همشيكوا شويه عند العربيات. وعلى فكره هنا الشقق كلها اسطمبه واحده، الثلاثه وريسبشن والمطبخ والحمام برضو كويسين. والايجارات هنا من اول 1000 جنيه و1200 1300 حسب الدور حسب الشقه حسب المكان. وادي العربيات اللي بتحمل اكتوبر. ممكن مثلا تقفي تاخدي لك بقى كوبايه شاي، تقفي هنا شويه ريحي كده شويه عبال العربيه ما تيجي، او تحمل براحتك يعني. الدنيا حلوه. انا كنت نفسي اروح اصور لكم المول دوت، بس انا بصراحه خفت اعدي الشارع. الموضوع بالنسبه لي كان بالليل مقلق، وقلت بالنهار دلوقتي اما اصور لكم تبقى الدنيا اوضح. ادي اقف لكم هنا كده، شايفين؟ ادي يا جماعه دهشور. والله حلوه ومريحه نفسيا جدا. انا شخصيا ارتحت لما جيت هنا، وان شاء الله كمان هعمل لكم مفاجاه اهو. شايفين؟ هقرب لكم بقى المسافه. تعالوا اوريكم الشارع كده، نرجع نكمل الشارع. جميل اهو، ده الشارع. وانا خرجت اصلا من الشارع التاني عشان اعرف المنطقه اكتر. يعني تقريبا انا بقالي حوالي من امبارح جيت اتفرج والنهارده جيت اكمل. انا تقريبا حفظتها، سهله جدا والناس محترمه. وهنا اعتبروها اوضه وصاله. هنا كله بيعرف كله على فكره. يعني لما كنت بكلم سمسار يجي يفرجني لقيتهم كلهم عارفين بعض، كلهم بيوصلوا على بعض. بصوا كده في باركنج هنا. على فكره ما بين كل العمارات في باركنج، في مكان للباركنج. مش هنقعد بقى نتخانق مع الجيران، ده مكاني ودي عربيتي ونحط حديد ونحط اسمنت والجو الفاكس ده خلاص. والناس هنا على فكره محترمين بيحترموا بعض، وكل واحد في حاله تمام. عشان ما حدش يقول دي عشوائيه، لا خالص. شعبيه لا، بالعكس. ده في مول ومفيش محلات في الشوارع ولا محلات في البيوت، اللي هو مثلا واحده تفتح محل في بيتها تعمل خياطه تعمل كوافير، مفيش الكلام ده. كل حاجه في المول. شوفوا الجمال. كل ده باركنج اهو قدامكم اهو. يا رب اكون فدتكم، وما تنسونوش لايك وشير، واشوفكم على خير.